السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكون التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه BNB هوتيلز. التطبيق ده مساحته 73 ميجا وحمله اكتر من 500 الف شخص. التطبيق ده تطبيق موجود في دولة البرازيل وموجود في اوروبا. تقدر من خلال التطبيق ده ان انت تحجز فندق او تحجز غرفة في فندق لوقت مثلا انت حابب ان انت تروح تقضي يومين اجازة في فندق او تغير المكان اللي انت فيه، سواء لوحدك او سواء انت وزوجتك او سواء انت واسرتك انت واولادك، بعيد بقى عن الروتين وعن الحاجات اللي يعني اللي هي مستمرة معاكم على طول. حابين ان انتوا تغيروا جو، تقدروا ان انتوا تقدر ان انت تحمل التطبيق ده وتقدر تشوف الفنادق القريبة منك او حتى البعيدة عنك، والاسعار بتاع الفنادق ايه. اسعار الفنادق التلات نجوم، الخمس نجوم، السبع نجوم، الفنادق اللي بتقدم وجبات فطار وغدا وعشاء، او بتقدم وجبات فطار بس، او فطار وعشاء بس، على حسب كل فندق، على حسب كل سعر. طبعا كل ما بتكون الخدمة افضل كل ما بتكون الاسعار ازيد، وكل ما بتكون الخدمة اقل كل ما بتكون الاسعار برضو قليلة. عشان كده في التطبيق ده بيقدر ان هو يجيب لك كل الفنادق وكل الاسعار اللي موجودة، علشان انت تختار الحاجة المناسبة ليك او اللي على حسب الميزانية بتاعتك اللي انت حاططها للخروجة دي او لتغيير الجو ده. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية ولا لغات تانية كتير. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو وحمل التطبيق واكتشف في حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات بتاعه الفيديو. واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعه الناس سواء الايجابيه او السلبيه. علشان الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقول عشان في بعض الناس بتخش على القناه وتشوف فيديوهات موجوده على القناه بقالها فتره طويله، بقالها 10 شهور، بقالها سنه، بقالها اكتر من سنه، وبعد ما تحمل التطبيق تقول لك انتوا ليه مش قايلين على كل حاجه موجوده في التطبيق سواء ايجابيه او سلبيه. ده ببساطه لان وقت شرح التطبيق ما كانش الحاجات اللي انتوا اكتشفتوها جديده دي ما كانتش موجوده. عشان كده احنا دايما تلاقينا بننزل على القناه التطبيق او شرح للتطبيق اكتر من مره. ممكن مرة في أول السنة، ممكن مرة في نص السنة، ممكن مرة في آخر السنة، علشان الموضوع التحديثات ده. عشان اللي احنا بنشرحها دي تطبيقات يعني بننزل لها تحديثات مستمرية. عشان كده دايما بننوع على الناس ان لو حد شاهد الفيديو وحمل التطبيق ولقى في حاجة مختلفة يكتبها في التعليقات، علشان يساعد غيره ويفيد غيره ويعرفوا ان التطبيق اصبح مختلف او اصبح فيه حاجة غير اللي موجودة في الفيديو. وشكرا، سلام عليكم.